أهلا بيكم معايا. أنا سلوى، وده بودكاست نقطة ومن أول السطر، ولسه مكملة معاكم سلسلة حلقات أشك. وحلقة النهاردة بعنوان إيه هي حياتنا؟ يا ترى إحنا بنشوف نفسنا إزاي؟ يا ترى بنشوف نفسنا بعيوننا إحنا، ولا بنشوف انعكاسها في عيون الآخرين؟ ويا ترى مين هم الآخرين دول؟ بنشوف نفسنا في ماضينا أي مكان واللي هيكون نتيجته هو حاضرنا، ولا بنشوف نفسنا في حاضرنا اللي بنعيشه دلوقتي؟ وأوقات كتير ما بنعيشهوش لأننا بنضيعه في التفكير في الماضي أو في المستقبل، أو بنشوف نفسنا في مستقبلنا الممكن، سواء كان مستقبلنا اللي بنحلم بيه أو مستقبلنا اللي أكيد هو نتيجة لحاضرنا. لازم نعرف بنشوف نفسنا إزاي علشان نعرف إيه هي حياتنا. من ساعة ما بنفتح عينينا وغصب عننا بنلبس أقنعة علشان نواجه بيها الناس. كنت زمان فاكرة إن ده خداع وكذب، بس مع الوقت اكتشفت إن كلنا أو معظمنا مضطرين نعمل كده. في ناس بتلبس الأقنعة دي علشان يخدعوا اللي حواليهم ويوصلوا لهدف ما جواهم، وفي ناس تانية بتلبس الأقنعة دي علشان تحمي نفسها من اللي حواليهم، أو علشان ما يجرحوش بعض المقربين منهم. المشكلة من كتر ما بنلبس الأقنعة دي وتعودنا عليها، ساعات ما بنعرفش نفسنا من غيرها. الأقنعة بقت جزء مننا. اللي بيلبس قناع القوة في عز ضعفه وأزمته علشان يقدر يعدي ويقوى، وما يشوفش نظرة الشفقة أو الشماتة في عيون اللي حواليه. ساعات حتى وهو لوحده ما بيقدرش يقلع القناع ده، ما بيديش لنفسه فرصة حتى قدام نفسه إنه يضعف. بالعكس، القناع بيسمح جزء منه ويشوف نفسه قوي ولا في أي حاجة ممكن تضعفه. بينسى إنه لابس قناع. بنشوف نفسنا إزاي؟ بنشوف نفسنا أو بنشوف انعكاسها في عيون الآخرين، عيون اللي حوالينا، اللي هم مين؟ أهل، أصدقاء، أغراب. بنشوف نفسنا في عيونهم. طيب هم بيشوفونا إزاي؟ بيشوفوا إيه؟ طب ما احنا لابسين أقنعة خلاص بقت جزء مننا، يعني الناس اللي حوالينا شايفيننا بيها طول الوقت، يعني مش هيشوفوا حقيقتنا. الأهل والأصدقاء هيشوفوا جزء من الحقيقة دي، بس جزء كبير هيبقى مستخبي عنهم، هيبقى مستخبي عننا احنا نفسنا. أما الأغراب، تخيلوا، هم أكتر ناس هيشوفوا جزء كبير من حياتنا، ببساطة لأننا مش خايفين منهم ولا بنعمل لهم حساب كبير. ما بيهمناش قوي هيشوفونا ازاي، فبنكون أقرب ما يكون لطبيعتنا، حياتنا. بس لسه في جزء مستخبي عنهم ومستخبي عننا احنا نفسنا. ازاي نشوفنا؟ ازاي؟ سؤال صعب. أعتقد إن إحنا بس اللي ممكن نشوف حقيقتنا الكاملة، وإحنا بس اللي ممكن نختار نبين الحقيقة دي للي حوالينا أو نخبيها. إحنا بس. كل اللي محتاجينه إننا نبطل نخاف، نبطل نعمل للناس حساب، نبطل ندور على النسخة المثالية اللي جوانا، واللي طبعا مش بنلاقيها لأنها ملهاش وجود، فبنضطر نلجأ للأقنعة علشان نعوض النقص اللي جوانا. الأفضل نشوف نفسنا زي ما هي بكل عيوبها ومميزاتها، نقبلها ونتقرب منها ونحبها، نحب نفسنا، وساعتها هنقدر نصلح عيوبنا، أو على الأقل هنبقى حاولنا، وده لوحده كفاية. لو حبينا نفسنا زي ما هي هنقدر نشوفها، هنقدر نشوف حقيقتنا اللي يمكن نتفاجئ بيها. هي دي الحقيقة اللي ممكن تاخد سنين علشان نوصل لها، ويمكن نوصل متأخر، بس المهم إننا نوصل وما نتوهش في زحمة الحياة ودوامة الأقنعة المزيفة. المهم إننا نوصل. أصل مش ممكن هنعيش ونموت من غير ما نعرفنا
نعرف حقيقتنا. يمكن لما العمر بيمر بينا وبنكبر بنكتشف الحقيقة دي، ويمكن لما بنمر بأزمات شديدة في حياتنا بنتصدم ونفوق على حقيقة واحدة: مفيش حاجة تستاهل إننا نعيش حياة مزيفة مهما كانت الأسباب. ويمكن برضو لما بنقرأ أو نسمع خبرات اللي قبلنا ونستفيد من أخطائهم بنوصل لنفس الحقيقة. الطرق كتير والحقيقة واحدة. حقيقتنا موجودة، هي بس عايزانا نشوفها، عايزانا إحنا بس اللي نشوفها. أما إن اللي حوالينا يشوفوها أو لأ، ده اختيارنا إحنا وبس. هنقدر نشوف حقيقتنا بعيوننا إحنا، وباختيارنا هنقدر نبين الحقيقة دي لبعض الناس، وساعتها هنقدر نشوف في عيونهم تقبلهم أو رفضهم لحقيقتنا دي. هنقدر نشوف حقيقتنا لو بطلنا نفكر في اللي حوالينا عايزين يشوفونا ازاي، لو بطلنا نصدق وهم المثالية، لو بطلنا نخاف ونستخبى ورا أقنعة. إحنا بس اللي نقدر نشوف حقيقتنا، وساعتها هنعرف حقيقة الناس اللي حوالينا. وبكده أبقى وصلت لنهاية سلسلة أشك، وما بقاش عندي شك إن الإنسان بيتغير لو كان عنده القوة والرغبة في التغيير، وما بقاش عندي شك في معرفة حقيقة الناس اللي حوالينا لو عندنا الرغبة في معرفته. وأكيد ما بقاش عندي أدنى شك في إني أشوف حقيقة نفسي لو بطلت أخاف. ونقطة ومن أول السطر. كنت معاكم أنا سلوى، وده بودكاست نقطة ومن أول السطر.